ايام قليله كتفصلنا على 2025 فين المغرب غادي يولي مخدم بايكو مع هاد الاشكال. واكبر دليل هو الاعتقال ديال ولد الشينويه اللي حكموا عليه ب3 سنين ديال الحبس، وفاطمه بنت عباس اللي حكموا عليها حتى هي بعامين ونص ديال الحبس. والصدمه الكبيره انه لا الام ديال رضا ولا خواتاتو ولا الام ديال فاطمه بنت عباس حتى هما غيتحكم عليهم ب6 شهور ديال الحبس. والمفاجاه الكبرى هي مع هيام ستار اللي من بعد ما عيطوا عليها البوليس غير باش يهضروا معاها كتكتشف على انهم كيبيتوها وكيخليوها على ذمه التحقيق. علاش؟ لانه واحد الجمعيه دعتها بحكم انهم شافوا باللي ولادها في واحد الوضعيه اللي ماشي حتى لهيه، بمعنى انهم ضعافين وفيهم شي ضربات وما كيهضروش مزيان، وهذا الشيء خلاهم يشكوا في ياك معيشه كتعنف ولادها. ومن بعد معيشه دوزات يومين في استضافه الشرطه غادي يعيطوا حتى لراجلها باش يستجوبوه، بين ما داروا الخبره الطبيه للدراري الصغار وتاكدوا من صحه الادعاءات ديال هذه الجمعيه. لانه هذه الدعوه اللي دارت الجمعيه ماشي بغرض انه هيام ستار تشد في الحبس، وانما غير باش يتاكدوا من انه ما كتاديش ولادها. وفي هذا الوقت اللي نايض هذا الصداع وما كانش حتى شي واحد كيتوقع على انه هاد الاشخاص ممكن يتشدوا، الا ان هاد الشيء اللي خدام عليه حاليا وزير العدل كيبين لنا على انه مستقبلا ما غتبقاش هاد السبا وهاد الفوضى اللي نايضه حاليا، حيت السيد عول على انه ما تجي فين دخل 2025 حتى يكون متاكد وضابط الامور ديالو مزيان. وبما انه كيعتبر راسو على انه من اول المتضررين من الناس ديال السوشيال ميديا، فولا كيشوف على انه ناض السيبه، وبالتالي من بعد ما حقر عليه المهداوي وناض دعاه فهو ولا كيشوف على انه السوشيال ميديا ما خصهاش تبقى نايضه فيها الفوضى والسيبه وغير تجي فمو قول، وانما خاصو يضبط الامور مزيان باش لا هو ولا غيره ما يتضرروا من هاد الناس. فهو ولا كيطالب بجوج ديال الحوايج، وهو انه اي واحد هضر فيه شي واحد من السوشيال ميديا بكل بساطه ينوض يدعيه باش ما تبقاش هاد الصرا اللي كنشوفوها. وكيشوف على انه بزاف ديال الناس اللي كيمشيو للحبس من الاحسن انه تطبقوا عليهم عقوبات بديله باش المجتمع يستافد منهم، بلاص ما يمشيو يدوزوا واحد الفتره في الحبس ويخرجوا قفص من داكشي اللي كانوا عليه قبل. وثالث تغيير خدام عليه فوزي القجاع بصفته وزير المنتدب المسؤول على الميزانيه، بحكم انه المغرب ما كيستافدش من بزاف ديال المداخل ديال هاد المالين الشوها او السوشيال ميديا، وبالتالي من المرتقب انه اي واحد خدام في السوشيال ميديا كيف ما كان اولا كيدخل الفلوس من الانترنت بشي طريقه ما، فغالبا غادي تطبق عليه ضريبه اللي كتوصل حتى ل 38% على حسب شحال كيدخل، بحكم انه الناس ديال السوشيال ميديا بصفه عامه اما كيدخلوا الفلوس بشكل كبير واما كيديروا الفضايح بشكل كبير، ولكن في جميع الحالات كيبقاو هما المستفيد الوحيد من هذاك الشوه اللي كيديروا. وبالتالي ارتأت الحكومه الحاليه على انه الناس ديال السوشيال ميديا جوج د الحوايج هما اللي قادرين على انهم يضبطوا الافعال ديالهم، واللي هما تطبق عليهم ضريبه باش يضمنوا على انه بنادم ما يبقاش يربح الفلوس بلا ما تستافد منه الدوله، وثاني حاجه هي انهم يحافظوا على الاخلاق ديال المجتمع. وخليوا لي الراي ديالكم نتوما في التعاليق، وشنو هي الحاجه اللي باقي خاصهم يزيدوا يديروها.